كيفكن؟ سواء بداية حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لنا تعليق حلو مثل وجوهكم الحلوة. فيديو اليوم راح نحكي عن انحطاط برنامج حسني ونصيب ريال ليون او الاسد الحقيقي. الاسد تبع البرنامج مولي بروسيا. وبس ما نطول الفيديو خلونا نبلش. خلونا بالاول نشوف الوصف تبع القناة. هيدا البيت المخبى بقلب الغابة 3 شباب و9 صبايا رح يعيشوا سوا. تصوير 24 ساعة على مدار الأسبوع لنقل المنافسة على لقب الأسد الحقيقي. واو. خلينا نشوف سوا مين من الصبايا رح يلاقي الأسد الحقيقي. كبسوا ونزلوا لنا أسد. المحتوى أو الفيديوهات. خلينا نشوف أكثر فيديو جايب مشاهدات على القناة. اسمي ونصيب أول حلقة. مقدمة تشويقية بنت كلب. لسه ما بدينا، لسه ما بلشنا والمناظر بلس 18 بلشت تطلع. جايبين لك وحدة عمرها 60 سنة ولابسين هذا اللبس وشايفينها بالغابة يعني على أساس تشويق يعني. في المقدمة التشويقية لبنت الكلب اللي عاملينها. رح نبلش معكم هلا ببلوعة البرنامج اللي اسمها أينور. تفضل. أنا ما رح أحكي شيء. أنا أينور من سوريا، عمري 25 سنة، مقيمة في ألمانيا. أنا لايف ستايل كوتش، ونفس الوقت كمان أنا انفلونسر على كل تواصل اجتماعي. يا الثقة، يا الثقة. انفلونسر على كل تواصل. شوفوا هذا شكل واحد حدا انفلونسر ومؤثر وحابة أقول لكل صبية موجودة هون، إذا مفكرة حالك رح تاخدي أسد فحبيبتي الأمازونية هون. إذا فكرة حالك رح تاخدي الأسد، أنا رح آخذ تكبيس. إن شاء الله حدا يكبس له، حدا يزت له أسد. هدول شكلهم هاربين من جماعة بسوس التيك توك صح؟ والله شكلها واحدة منهم. أنا زينة من لبنان، عمري 26 سنة، عايشة بين الكويت وفرنسا، أدرس دكتوراه PhD بفرنسا وتربيت بالكويت وبس كده. ثانك يو. مرحبا. سؤال، نحن شو عم نستفاد لما عم نشوف هالشي؟ غير انه لما تروحوا تقدموا على البرنامج، جد انا حاسس هيك البرنامج، وبس تروح تقدم على البرنامج ببصموك. هل انت مستعد تفقد الكرامة؟ أنا زينة من لبنان، عمري 26 سنة، أدرس دكتوراه بفرنسا. طبعا هدول الاشخاص اللي عم يطلعوا حاليا قدامكم ما بيمثلوا الا حالهم. هي اللي عم تطلع أينور من سوريا ومن لبنان، هدول ما بيمثلوا غير حالهم. طبعا شوفوا انا ما راح ورجيكم كثير لانه الفيلم برنامج كل حلقة ساعة ونص ساعتين. رح اعطيكم الزبدة يعني، رح نحكي عنه ونحكي عن الانحطاط اللي صاير بهالبرنامج. حلو. طلعت فيك. حلو. وش كيف حاسة؟ أنا ممكن تكملي معه من أول نظرة شفتيه؟ في لغة العيون، في لغة العيون. حسيت شي حلو. نشوف. ركزوا لي على شغله، انه هذا البرنامج للكل. هذا البرنامج متاح للكل. اي شخص ممكن يفوت على اليوتيوب ويبحث عنه، إن كان صغير كبير، اي شخص. لا قلت لايك. انتوا احكوا لنا رايكم، وهو ما في داعي يعني حدا يحكي رايه. منظر ممكن يظهر لشخص عمره 7 سنين 6 سنين. شخصيتها بلكي لأنه فهمين البرنامج غلط. على كل حال البرنامج هو لا بيهين حدا ولا حتى ولا خاصة المرأة. ابدا، هذا البرنامج هي سبب البلاء. اظن هي صاحبة البرنامج او المسؤولة عن البرنامج. البرنامج ما بيهين حدا، لا بيهين حدا. مثل ما بتعرفوا، مثل ما يمكن بلشتوا شوي هيك تحسوا انه المرأة هي يلي بتصنع كل شيء، وهي يلي بتصنع الرجال، وهي بهالبرنامج يلي رح تصنع الأسد. انتو صبايا يلي المرأة هي اللي تصنع الرجال، لانه الرجال فخارة، بتصنع فخارة هي.
خلينا نشوف حلقة تانية من حلقات هذا البرنامج. شوفوا ركزوا لي يا جماعة، يعني هذا برنامج كتير مجتهد على حاله لدرجة انه باليوم بينزل 4 حلقات بيوم واحد، 4 أو 5 تقريبا. لاحظوا لي انه كل الفيديوهات اللي نازلة بهذا اليوم 1000 20,000 100,000 إلا فيديو واحد شوفوا جايب مليون تقريبا، أبواب المليون مشاهدة. شو يعني؟ أنا مثلا ما بحبك، ما بقعد معك، وإذا قعدت ما بحكي معك، حتى تمرق من حد. أنا ما بحبك وبكرهك وببزق عليك وبخر عليك ما تطلع في وشك، هاد لأني أنا ما بحبك. بس لما أكون ما بحبك وإجيك أحضنك وببوسك وبقلك حبيبي وحبي وروحي، أنا هيك بنافق. شوفوا الأمور قديش انسيابية بيناتهم، هيك العلاقة كتير بتجي انسيابية والترابط بيناتهم كتير سلس البرنامج، يعني لدرجة إنه هدول الألفاظ بتطلع عادي قدام أي حدا. أنا هذا اللي شفته، ومبارح حكيت. ذكرته من شوي هي ما بعرف شو اسمه، شو حكيت. هذا البرنامج ما بيهين أي شخص، لا بيهين حدا ولا البنت، ما في إهانة لأي شخص بهذا البرنامج. وبس هذا كان فيديو اليوم، حبيت أعملكم فيديو خفيف عن البرنامج لأنه هيك مزودينا كتير. هذا حسابي على الانستغرام، عملوا لي فولو. فيديو قريب إن شاء الله. السلام عليكم.